معنا ضيفة بطلة في التايكواندو مصنفة 16، سبق وأنها ربحت البطولة الإفريقية العربية وطنيا في تونس. معنا عهود بن عون. 1 2 3 أكشن. أوه ماي جاد. عهود، وينك؟ سافا؟ شاني الجو؟ الحمد لله صباح. لاباس عليك؟ الحمد لله عايش. يا مش عادي بيك في الصين انتي؟ قلقت. قلقتي؟ ايش تعملي غاد؟ كنت مشاركة في بطولة عالم بطولة العالم للتايكواندو. للتايكوندو وين وصلتي فيها؟ دور 16. مهم. صرت مع المصنفة أول عالميا بسكور مش عارف قريب. 3-3. آي. تم حاجاتي في التايكوندو. هذه المصنفة الأولى سعودية ظهر لي. أي خاطر قبل ما نجيك عملت شوي ريشيرش، عندي شوي فكرة في تايكواندو تو وليت ترى. خبرة. مصنفة أولى عالميا ديجا المشاركة هي إنجاز كبير معناه. هي في الظروف أصلا اللي في تونس توصل أنك أنت تلعب فوالا. بطولة عالم تخرج مع المصنف الأول الأول عالميا. وتخرج بسكور قريب كما هكاكا يحسب لك معناه اي معناها الاحتياط. كانت الظروف احسن شوي كنت نجم نطلع ايه سي ان البوديوم. كومبارابل يا اخي، نقارنوا في الظروف سورتو الرياضات الفرديه جينيرالمون. احنا ماناش نحكوا على التايكواندو بركه في الحاله هذه. اني راني ما نتبعش برشا في الدومين، جوست عندي كالكو زامي يخدموا ان طونكو دي جورناليست في الدومين نتاع الرياضات الفرديه، وعندي فكره معناها على التهميش اللي يعاني منه الجانب هذا من الرياضه، سورتو الرياضه الفرديه. باركونتر معناها في الخليج اون جينيرال اللي تحسهم يعني مهتمين. مهتمين برشا، مركزين، حاطين برشا فلوس على الموضوع هذا. ديجا فما ياسر أبطال في الخليج، واللي هو سؤال أنا سألهولك، يعني يبدو مجنسين، يبدو يجيبوا من السودان، يجيبوا من الأفريق، من كذا، ويبدأ تلقاه مجنس يعني في الدولة ذيك ويلعب باسم المنتخب. تو مثلا انت ما جاتكش دي بروبوزيسيون من دول قبل باش تلعبي معاهم يعني في المنتخب؟ ما جتنيش مباشرة يعني. طبعا. اما حتى ولو كان جتني منتصورش روحي نجم نمثل البلاد غير تونس يعني، رغم الظروف اللي نعيشوا فيها وكل شيء، ما تبقى لا، الانتماء نتاعك الانتماء. نجمش. والله سي بيان، سي بيان. تعرف علاش؟ أنية هذا رأيي الشخصي. معنا إنسان صغير في العمر يعني في جينيراسيون تاع توك اللي هزتنا المادة ياسر وكل مم. شيء، يكون الإنسان المعايير متاع أبعد من مجرد المادة. بروبوزيسيون انديريكت جاتك، هما بون مش تيبعثوا لك سفير يقولوا لك هيا تعالي اي اما معانا. اقتراحات غير غير مباشرة، مباشرة. تاع يحبوا يعرفوا رايك في الموضوع بس يتقدموا اما مستحيل نخمم في الموضوع يعني. برافو. آه هذايا نحييك عليه الحقيقة، حاجة ماهيش سهلة سورتو في عمرك. انت قديش عمرك؟ 22. 22. 22 وش عندك انجازات وبطولات؟ بطلة تونس 5 مرات، فضية في بطولة إفريقيا وذهبية في الألعاب الإفريقية، وبطلة العرب، ومشاركة مرتين في بطولة عالم. ودي هذا رد بالك تاعنا انا ما مشكلة بي. تغلط ما. طب بالله سؤال، السؤالات التافهة ميساش نسأل سؤال تافه. تفضل. اعطيتيش طريحة الواحد قدام. والله ليه في بالك اللي ديما يجوني يصير حتى أي إنسان يسألني أنت ترين تايكوندو معناها يخافوا منك العباد، مش تقبلي شكون يحكي معك عبد في الشارع راكي باش يعني تعملي معك. اه مستحيل، نحس بالعكس، نحس ريت سي بون خرجت من الكومبيتيسيون ولا شخص تولي ايه، خاصة كي نروح لدوز اسئلة هذه ديما تجيني تاع العباد تخاف يعني تخاف منك في الشارع او تضربي في العباد. والله ليه راني رايفة كالم، انا ما خافش خاطي على روحي تو. جوي باهي. خاطي واجد مريقل تخافش. تو لا لا حق حق ما صارت لك شك. السؤال ديما باقي في السخافة شوي. هو ما وتتكش استخدمتي المهارات القتالية متاعك في الشارع؟ مثلا انت ماكي سكنة في تونس نورمالمون؟ في تونس. في تونس متعرضتيش لبراكاج يستوجب استخدام مهاراتك القتالية؟ جملة. للأسف لا. للأسف. للأسف لا. تستني فيها. قلت قلت لك راي الدور تعطي هذا الطريق. ليه حاسة كي باش نتعرض للموقف هذا مش نعرف نتصرف باش ننسى التكوان. لا لا يزعل. امال علاش الواحد يترينا وكذا باش بعد
ليه هي ديجا اصلا ياسر الاولياء فاهمينها بالغلط. فكره اللي انت معناها دخل صغيرك ترينا تايكوندو باش يولي يضرب في العباد، هي بالعكس ريت الانرجي نتاع الكل باش يخرجها في وقت الانترينمون. بعد فوالا. مثلا كنت صغيره كنت نضرب في الصغار، كنت عندي عندك سوابق يعني. ايه. اما ملي دخلت ملي دخلت نترينا تايكوندو سي بون والله، اوكي. خاطر وليتي تنمو كالم اكثر ديجا راهو في الحياه عندي. وليت كان. عندي بعض الاصدقاء سي سون دي سبورتيف معناها. ديجا لؤي تعرفيه، لؤي عبد الصمد تاع الكيك بوكسينج، مش تابع التايكواندو. يعني الانسان كي تشوفه في الرينج كيفاش نقولوا حنيا كلي تحسه في الدنيا ياسر مش كلي اغريسيف عنيف. مي بار كونتر كي تتلاقى انت كي تعرفت عليه وقعدنا بامال دو فوا عكس الشخص. ياسر كالم ورايض وكذا، نقول انت هو متاع ديجا كان يعمل البنية. تايكوندو معاه. ديجا كان يعمل تايكواندو قدام. هو التايكوندو خليك ايوه. تحس. باهي فما نقطة مهمة انت جبتي حكيت عليها واللي هي تهمني ياسر اللي هي تهم الاولياء ياسر وتهم العائلات اون جينيرال. حكاية معناه صغيري هل نخليه يدخل يترينا ولا الافاق. نعرفوا اللي كون الاولياء جينيرالمون يحبذوا كون صغارهم يواصلوا في القرايه. مش كان الاولياء احنا الكلنا كل نحبوا. حاجة طبيعية. اي طبعا المستوى العلمي والقرايه والمستقبل يعني هذا امر غير قابل للنقاش. هل الولي وقت اللي يخلي ولده يدخل للرياضات الفرديه معناها، هل يبدا عباره يعني قاعد يحطها في انجروناج لازم يختار يقرا ولا يختار سبور ولا ينجم يزوز يعملهم من باراليل؟ انت تجربتك في الحكايه ذي، انت بديتي صغيره، بديتي قديش عمرك؟ 13 عام. 13 عام. 12. اني تو مثلا نحب نعرف الرياكسيون تاع هم ما كانوش يعرفوا كونك باش تكوني بطله عالميه. اما كالغرام جي معناها في الطفوله ردة فعل داركم كيفاش كانت؟ هل يعني أطراتك الفصون متاعهم؟ هل واجهتي مشاكل في القراية في الطفولة؟ خاطر نعرفوا راهو تنجم تخليك مشتت شوية كطفل. هل تركز في كارير متاع سبور ولا قراية معناها؟ كي دخلت تايكوندو خوي الكبير كان يترين. اوكي. معناها في العائلة شوية عنا كل شيء. وكي دخلت نترينا معناها بالعكس درنا كي نشوف فيها مرة حاجة عادية يعني كيما خويا خاطر ديجا عندك خو كان يترين. كان نشوف فيها حاجة عادية، ما كانوش يتصوروا انهم باش يعني باش نوصل. بعد كي دخلت نترينا مي با 3 شهور يمكن شهرين صارت كيما الدورة صغيرة في الحامة. اوكي. حامة جيبس. اي حامة جيبس. اوكي. من المفترض يعني صغير كي دخل يترينا مش بشي يعني حتى كي باش يمشي معنا الفايدة في المشاركة. كنت سنتير جون كي عديت عليك خديت سنتير جون. ما زلت يا فتاح ما زلت يا فتاة. اوكي. كي حطوني في البارتي ما ننساهاش، كانت الطفلة اللي بتلعب معي سنتير روج نوار. بديت نبكي. اول كومبيتيسيون صغيرة ما فاهمة حتى شيء، حطوني في رعبتي؟ وليت نبكي سيبون نحب نروح باش نلعب. لعبت البارتي وربحتها. تواني سامحيني كان قصيت عليك، اني ما نفهمش يا اخي مش نورمالمون يكونوا نفس المستوى الزوز اللي باش يلعبوا ولا كيفاش؟ كنتوا نلعبوا بالعمر والميزان. اوكي ما يهمش معناها سنتور جون ولا لا سنتور ما عندها حتى. اوكي هذه مثلا حاجه غلطه كنت فاهمها بالغلط. لا. انت تو بيان سور ما سنتور. بديت نبكي وبعد دخلت ولعبت الكومبا وهزت ميدالية ذهبية أول مرة يعني. من اللحظة ذيك أول مشاركة في حياتك هزيتي ذهبية. زلت جديدة في السالو الصورة هذه راي مهمة ياسر. مش على خاطر أنت طيارة وكذا، لا نحكي على أنت عندي كاليتي. فوالا الكاليتي مهمة في التايكوندو، لازم تكون عندك كاليتي. لحظة خلينا نقول لك الفكرة اللي عندي. ساعات الإنسان يبدأ ما هوش عارف روحه قادر. انت اول ما تحطيتي في الواجهه نضتي تبكي وندور نروح وذي اقوى مني وكذا وباش تخبطني بطريح، ومن بعد تلقي ادهم ادخل تلقى روحك جبت ذهبيه، نزلتي طفله صغيره معنا. مش عارف هل تتفكري كيفاش اقنعوك باش تكملي؟
شو هي في الحياة العادية خوي الكبير متعلقة بيه على الآخر، باهي. قريبة منها على الآخر يعني، اوكي. تو حتى في الدار كي نحب نحكي موضوع ولا حاجة ديما نتجه له هو. دونك هو كان معي في اللحظة ذيك، حسيت هو أعطاني يعني شوي هيك طاقة، شوي موتيفاسيون. بقديش اكبر منك هو؟ فرق العمر 6 سنين. معناها ما بيناتكم 6 سنين؟ بيناتنا 6 سنين أما من الصغرى ياسر ديفالي اي يعني. براش. إيه. وهو وقتها شجعني معناها، كان انترونوري سي سعيد السنوسي. هاي تحية لسي سعيد السنوسي. هو زاد أكل عطاني موتيفاسيون معاه، وراكي تنجمي وراكي خير منها، وراي حاول يكون اللي هي مش أقوى، هي مش أقوى مني تعدت بيه الكومبيتيسيون ذيك. من اللحظة ذيك هم اكتشفوا اللي راه عندي موهبة يعني نجم نوصل. مم. عائلتي ضحوا معي على الآخر في الموضوع هذا، راه مش سهل يعني. طبعا. إني حتى إنسان ما عملها في دوز يعني. كنت فما في الجروب متاعي في جينيراسيون متاعي في جمعية الامتياز، راني نحكي لك أسامي كانوا ينجموا يوصلوا معناه، كانوا عندنا كاليتي معناه نتصور كان كملوا راي كانت دوز باش تكون مليئة بالأبطال. شنو اللي يخليهم ما يكملوش؟ والله نحس اللي مونتاليتي في دوز ما يصبروش، فمش صبر، فمش حب فيسا نوصل للانترناسيونال. كي نخسر مرة 2 3 ما يأيسوا، فمش هيك حافز يعني. وصلت راني معناها حتى والظروف en général ابار لا مونتاليتي نتاع نحب نربح والله ونحب ما راهي نخسرش. الظروف ما نشوفش اللي الظروف هي السبب. مثلا ظروف عائلتي كانت تحت المتوسط، عادية جدا، تاع عائلة يعني عادي عادية مستورة بسيطة سافا. الحمد لله. الحمد لله. ما نستحقوا حد، أو في نفس الوقت ما نش ظروفنا يعني تسمح لي أني كانت أمي معناها تخدم كل شيء، تبعثني كنت نمشي أبار لونترينمون في الواحد كي نسمع ثم ستاج منظمين دورة نمشي نلعب باش نحسن باش نطور من روحي. كنت بحيت بيصير حاجات معنا، كنت نمشي كانوا عائلتي يصرفوا علي باش نخرج بطولات زايدة على أصحابي، ستاجات زايدة على أصحابي. هذه وقتها ما دخلش المنتخب. هذا الكل في معناها هذا كل في ظروف ديجا فما معنا ظروف صعيبة ماديا شوي. اي اما ما زلت معناها ما زلت نخرج على زلتي ماكش طيارة برشا باش يراهنوا عليك. لا انت عبارة ما زلت ما عملتش بطولة تونس. هذا الكل صار معناها فما ايمان بالطاقة متاعك من اللي انت صغيرة. تم ايمان، امنوا بي عائلتي على الاخر وضحوا معي على الاخر يعني. وما سألتيهمش تواني مثلا نحسها مش لوجيك؟ علاش مش لوجيك؟ اني هيك مثلا مش لوجيك معناها مش لوجيك على انا كان ترجع بيا بالوقت، ومثلا باباك يكون اصحاب اني وياه ويقول لي راني حطيت تال وتال فلوس وباش نبعث بنتي كومبيتيسيون درا شنو ديجا صار. هي علاش تصرف في ذي؟ خاطر احنا وقتها ما نعرفوش كونك انت تنجمي تكوني بروفيل ناجح. علاش هذا الكل؟ مش كان تصرف هكا الفلوس هذيك تشري لها بها لبسه خير ولا تشري لبسه؟ في اللحظه ذيك كنت نحب نوصل للحلم هذايا. اوكي. والله كنت في نص في عمر مثلا تخيرني اني باش نشتري لبسه ولا ماتريال نتاع تايكواندو، الا باش نشتري ادوات مدرسيه باش نختار لك يعني نعرفها الحاله هذه ديجا. واجدي معايا يعني عادي راني نقتل روحي بالشر باش نشري ميكرو. ديجا اذا كان ما قتلتش روحي بالشر راني ما نعملش معاك في البودكاست تو. نبدا عندي بيجي، عندي شويه فلوس، ما نمشيش نحوس، ما نمشيش نعمل، ما نشريش لبسه، نمشي ناخذ حاجه تنفعني. ما نفكرش عمري مثلا اللي في عمري نتفكر الرحلات اللي نظموا فيهم في الكوليج في نتفكرش عمري ما مشيت رح ديما نمشي بطولات، ديما تشاركي. عمري ما مشيت رحله مع اصحابي مع انتوراجي كل تايكواندو. اوكي نرجع بيك لحكايه القرايه. توهم امنوا بيك. نحكي انت صغيره معناها في الليسي وقتها قد شنو تقرا 13 عام؟ لا نقرا 5 ابتدائي كي دخلت كنت. اوكي. اما لا نحكي على سي بون ولو يصرفوا عليك واهلك معناها ويحبوك تمشي للبطولات وتشاركي يعني قد ساتيام وتيام في الكوليج معناها. تو في الكوليج اللي هي مرحله مراهقه يعني مش نورمال، راي تنجم كيما تهزك الجانب ايجابي ياسر في حياتك نجم تهزك معناها حتى الجانب تخليك ما تركزيش على القرايه وكل شيء. وانتي تو معناها في مستوى جامعي تبارك الله ونجحتي في الباك وكل شيء، معناها عرفتي
كيفاش تنسقي ما بين التايكواندو والقراية؟ أني تو هذايا سؤال بالرسمي نستنى أني ما قريت المواضيع الكل ما يهمنيش فيها. أني حاجتي قراية. بالتنسيق ما بين القراية وما بين الموهبة متاعك اللي هي حاجة أني نحب نعرفها. بلكش نتعلم شوي ننظم وقتي خاطر ما نعرفش ننظم وقتي. وزاد باش العباد تعرف كون راهو البروفيل الناجح واللي ضحي وضحيتي ياسر ظهر لي فما تضحيات تو نحكوا عليها. كيفاش تم التنسيق ما بين اللي كونك تكملي قرايتك وتعملي التايكواندو والرياضة متاعك هذه؟ باهي كي كنت في الكوليج ليسي، كنت في الكوليج أو مرة سواء كلي كنت مثلا بطولات كي نخرجهم سبت أحد. مم. أما راهو إني باش نترينا يعني مثلا نشوف في أولياء تو لا ولدي ما يمشيش ترينا عنده إيتيود، كنت نمشي نترينا مع الجروبات الكل يعني نترينا 3 أيام في الجمعة، نمشي مع الجروبات الكل نمشي 6 أيام في الجمعة يعني. وكنت نقرأ وننجح، ما كانش عندي مشكلة في القراية حكم معناها ما كنتش نقرا سبور زاد وقتها مازلت في الكوليج. كوليج عادي. اما يعني سبت واحد نمشي ديما بطولات وقتها قيروان، سوسة، تونس. سبت مم. واحد ونروح احد في الليل ولا 2 الصباح نمشي نقرا عادي. وتمشي ترجع تقري نهار عادي الاثنين. انا ما ننساه البطولة وتسيبوا نهار اثنين قراية يعني ما كانتش مشكلة، بالعكس كنت ناجحة منه ومن بريمير اني توجهت رياضة، الحاجة اللي نحبها يعني اختصاص تايكواندو. اوكي. بحكم ما كانش فما ليسي سبورتيف متاع قبلي ما ثماش اختصاص تايكواندو، حطوني في قفصة بريمير اني. بريمير اني قديش عمرك وقتها؟ 14 15. 14 15 وحدك تقري غادي ايه فعندك شكون في العائلة مثلا خالك خالتك عمك؟ فوي سكر سبت واحد. ها؟ فوي سكر سبت واحد. ايش معناه يسكر سبت واحد؟ سكر سبت واحد فوي في الليسي. معناها سبت واحد لازمك تروحي لدوز. روح السبت الدوز ما فماش نقل القفصة الدوز فما قبلي. ونهار الاثنين سيد الوالد يرحم والدي، نحب نحيي على الحاجة يرحم هذه، والديه يعطيه الصح. في البرد يخرجني 4:30 متاع الصباح كل اثنين، كل نهار اثنين. يوصلني المحطة لو جيت يهزني معناه اللي قبلي، ومن المحطة ذيك فماش تاكسيات خاطر 4:30 ل5 نمشوا على رجلينا على رجليكم باش للمحطة. تمشوا المحطة الأخرى. ويرك طلعني في لواج قفصة ويروح يرجع لدوس كل نهار اثنين. والله بصراحة حاجة يعني ما يعرفوش ذا العباد على فكرة. تضحيات كبيرة ذي. معناها نقولوا احنا تو عهود اللي عاملة لي تيتر هذوما وراها برشا تضحيات مش كان من جانبها هي، من العائلة، يعني نتاع عائلة كاملة. عائلة كاملة يعني الوالد كان كل اثنين يفيق 4:30 وكذا في ويهز البرد باردة تبدأ على يا الآخر جوست على يوصلني. خاطر بنتي باش تمشي تقرا سبور وما فماش التوجه متاعها في قبلي تقرا في قفصة. نتحمل في روحي كل اسبوع. سامحيني مش عارف عادي ولا ايش يخدم الوالد؟ عامل يوم. عامل يومي. معناها من متطلبات يعني مفروض عليه كونه بعد 4:30 هذيك ويوصلك ويمشي يمشي. قبلي ويروح الدوز يمشي يخدم. تعرف ايش يجي المخي؟ الهم اللي جاري لك. تعرف اني تو ما عادش نحب نحكي معك، نحب نجيب باباك ونفهم شنو كان في مخه كيفاش. اني بنتي جوست خاطر مغرومه نعمل هذا الكل بيزار فهمتي. كانوا حاطين ايمانهم في اللي باش نوصل عارف. كنت اصلا كاركتيري من اللي صغيره متاع راني نعاند، راني كي نحب حاجه ناخذها. كن مثلا كنت عاركوا في الدار مع اخواتي الصغار مثلا هم يحبوا على الحاجه هذه يسلموا فيها ما سلمش لازمني نهز الحاجه دي. كي باش نشري عندك هيك لبسه ولا لعبه الاصرار معناها. من صغري كي نحب اللعبه ذيك شفتها في بلاصه نصر نحب نهز الحاجه دي. هم عارفين اللي عندي الاصرار، العناد يعني. مصرة ونعاند نحب الحاجة دونك راني باش نوصل إن شاء الله باش نوصل. ان شاء الله. بون انت تو يعني فما مرحله كبيره كونك وصلتي حققتي اهداف برشا عباد تتمنى فيهم، ومتاكد بويسكو عمرك 22 كهو يعني مازال فما مستقبل قدامك وان شاء الله ربي يوفقك معناها. سينو حكايه العناد هذيا ما عجبتنيش ياسر خاطر الذره الصغار اللي عنده اني بيرسونيلمون فد منهم. ليلة عند بربي مش كيما ندور نشري جينيراسيون. هذاك بالسيف. ليلة مش خويا بالطرق ما هذيك، ينرفزوني. عندي طرق هاي أخرى. تو ولا تتبرد فيها قولي لي كيفاه. مثلا كي كنت صغيرة ما ناكلش. باهي
كي تعجبني الحاجة ديك نستغل الفرصة متاع اللي ما ناكلش. نروح في الدار ما نحبش نتعشى، منحب اما نعملها فاصون، معناها نعمل في الحاجة ديك مش على خاطرني على اللعبة يعني. امي تحب خاطر خايفة ديما نمرض وكل شيء، تتعشى نشري لك اللعبة ديك. دونك كان وصلت للوبجيكتيف نتاعي، في نفس الوقت ما عملتش شكل عناد الخايف. تخوف الطفلة دي. لا طلعتي تربي من صورتك انت. لا. في بالهم بيك الدار تعمل هيك ولا فضيحة يعني، عالم كامل تو بيشارب. تحية كبيرة للسيد الوالد، فريمون لو مش هو ما كانش يكون فما بطلة حقيقة، معناها تضحيات جسيمة، ويعطيه الصحة هو وبقية العائلة الكل. فريمون يعني من العدم يخلق بطل، ورانا احني معناها شو تعرفي الفازة. والله ما نحبش نتكلم بشكل يعني متاع جهويات ولا حاجة، لكن أني مثلا إذا كان يرجع الوقت ونكون أني موجود في الصورة هذه والأحداث اللي صارت، وبنتي تحب تتوجه سبور في قبلي، أو تقرأ سبور في قفصة، ريتي مثلا هضومة تعمل سبور في قبلي قفصة، وفي نفس الوقت في الكفة الأخرى نبدأ نحكي على بطولة إفريقيا، بطولة العرب، بطولة تونس. بصراحة ما نحسهاش تركب، على خاطر نحس في انتوراجنا حتى مجتمعنا من عقليتنا ماهوش ياسر متعمق في دومين السبور. معناها أني تجيني بيزار كيفاش عبد يعني الوالد كان عنده إيمان كبير بالقدرات متاعك رغم ما فما حد شيء. تجوز العباد في دوز يحكوا لها في لغة كيفاش تخلي بنتك، يعني تو نقول كيفاش تخلي بنتك، يعني كان يرجع كيفاش تخلي اختك، كيفاش تمشي لبلاصه هيك، كيفاش الحمد لله يعني واحد وصل يعني مالجري المونتاليتي عيلتي ما كانتش تسمع في الحاجه هذوك. يعني مثلا سي بون كيف وصلت وكل شيء، رتبالك تبقي عاد للعمر اللي تصلي فيه، يعني معنى ثم مونتاليتي متاع وصلت عمر معين لازم سي بون لازم تعرس. عيلتي ما يخموش بالحاجه هذيك، يعني مش عارفه ديما يشجعوا فيه، ديما بالعكس، حتى كي يسمعوا كلام كيما هيك ما يخلوش العبد يواصل في الحديث، يعني ما يخلوش العبد يوصل انه يتدخل في حاجات اصلا خصوصيه. يعني اختياراتي واختيارات عائلتي نشوفها حاجه خصوصيه، مش من حقك مستقله. اي مش من حقك اللي انت تجي تحكي في حاجات خصوصيه لعائلتي باش انها تعمل لي بوز على الحاجه اللي نحبها. يعني ما ضحيتش العوام هذه الكل باش نجي في الاخر ونسلم على خاطر اكس ولا جريج احكي موضوع كما هيك. هذايا مثلا يحسب للعائلة زادة قوة شخصيتهم، كونه ما يأثرش فيهم الكلام متاع يعني فما عقلية من البعض يعني كاللي يحبوا يتدخلوا ويأثروا، مش الكل بالعكس. إيه طبعا، خاصة في الوقت هذا فما برشا تشجيع يعني طبعا. تو قاعدة تجيني مساجات مثلا من قبلي من تونس، الكل عباد ما نعرفوش، ما عندي بهم حتى علاقة وحتى كونتاكت، خاصة كي نكون في بريود كومبيتيسيون متاع رانا نحبوك، رانا نتمنى لك الخير، رانا عارفينك باش تنجحي، راهو هيك ما يفرحوني على الاخر. نحسها انا ساعات نقرا كومنتار هيك، ندخل ساعات الباجات نبدا نقرا كشي كومنتار. اهلا وسهلا. مره واحد في باج كتب لي والله بوابه كبيره حاليا، خطر نعاني منهم اظن، اما بقى كملي قصيت عليك. واحد في باج مش باش نذكر طبعا كتب كومنتار والله كان مشات تعلمت حاجه في الكوجين اخي مثلا، نعرف على فكره نطيب في الكوجينه. عندي اختصاص كلعنات عرفت كوجينه وعريين قلنا نعملهم الكل. اما الحق ديما نشوف في يعني بوزيتيف الكومنتارات الكل، يعني خلينا نقولوا 99% من الكومنتار والله حتى ليك اما يضحكوا لنا على متعدل ولا مش ركز معاه ولا اني والله زاد كيف معناها خلينا نقولوا فما برشا تعليقات من تونس الكل، معناها تعليقات إيجابية وكل شيء الأغلبية، أما ساعات اللي تجيني دي كومنتير ما نجاوبش، يعني ما نجاوبش وما فسخش، يعني لأني ديمقراطي في مخي نعطي المجال للعباد. خويا تحب تسب مرحبا بيك. يعني تجيني لي ميساج خلينا نقولوا 99.9% إيجابيين،
وفما عباد تختار ساعات يعني باش تجي تعيفك في حياتك. صيف العقد النفسية مثلا. فوالا هذا هو. يعني انت كيفاش تتعاملي مع التعليقات متاع تعملش والله ما تعملش. اني ما نفسخش انت ما تفسخيش ريزة. والله ما فصل. عيونك يحكوا كونك تفسخي فيهم الكومنتات، خاطر ما عمري ما لقيت كومنتار خايب عليك، الناس الكل ليه تشجع نحكي في فيك. الباجات الكومنتاريات. في باجات باجات ايه اخرى معناها أما يبدو. حتى ساعات مثلا الكومنتار الخايبة تجيك انفاس معناها من المشكلة عباد تعرفهم مم. من الانتوراج معناها. مركزش ما نحسبش ومركزش خاطر ما. شنو ما التعليقات ولا الكلام الخايب اللي يتقال لك من انتوراجك؟ مثلا موضوع اللي عمرك يجري لازمك ترغبي فيسع، لازمك لازمك تعرسي. ايه رد بالك تكوني عاد كيما ثم اتليتي محبش نذكر الاسم مش حاسة الموضوع. اما اي جابت معناها صغيرة هي وكل شيء وناجحة على الأخر، نتمنى نكون كيفها يعني ناجحة الإنسانة بالرسمي وعندي بيه كونتاكت شخصي معناها ونحكي معاها وكل شيء، قبلت معها أكثر من مرة معناها إنسانة كي نشوفها كيفاش عايشة معناها ما شاء الله. أنت جيت تحكي لي في موضوع معناها هذه بروفيل الأتليت هذه يذكر في كونتكست سلبي، ردي بالك تكوني كيف تبقي معناها تعمل في سبور اللي تصل للعمر، تبقي تعمل في سبور جدكم والله بالعكس نتمنى نكون عادي، كان نحس في طاقتي تعطيني ولا في الموهبة متاعي في العمر هذاك معناها ما نتصورش الحق. اما كان نجم علاش لا، ما عنديش مشكلة مع الموضوع يعني. اي هو راهو الموضوع هذايا هو نفسه براتيكمون راهو نتاع القرايه، كيفاش ننسق ما بين القرايه والموهبه متاعي والرياضه معناها كيف معناها، خاطر نجاح الانسان ما يقتصرش جوست على سبور ولا موسيقى ولا صحافه ولا على دومين. اي الجانب العائلي والشخصي وكل شيء هذاك الكل يبقى شخصي ويبقى عائلي، يبقى شخصي ويبقى عائلي ويصنف من النجاحات كي تتميز فيه معناه كي اجتماعيا تكون سافا ومحبوب، عائلتك يحبوك وكل شيء، وتعرس وتجيب صغار وتربيهم احسن تربيه بيان سور، مش تجيب صغار ومن بعد ما تربيهمش ونبقوا حلين وحلين فيهم من بعد. هذوما الكلهم يعتبروا نجاحات يعني. كيف هي معناها براتيكمون عبارة عملنا بروجيكسيون على سوجي القراية والسبور، ونفسه هو كيفاش باش تنسق ما بين وقتك مثلا مع العائلة والسبور ولا في دومينك اللي انت مختص فيه. ياسر عباد معناها ديما فما إشكالية، أني بيرسونيلمون نواجه في إشكالية في الحكاية هذه، خاطر أي تحس وقتك الكل ماشي في خدمة، تجري على الحكاية ذيك من بعد كذا وتمشي كذا تكتب تعمل معناها تبدأ تجري ورا حاجة وبشوي بشوي قاعد تبعد على الفامي، تبعد على علاقاتك الخاصة، تبعد على أصحابك، تبعد على ياسر حاجات اللي هي مش عارف هل تصنف هذه من التضحيات على الآخر وإلا تصنف تقصير، على خاطر ياسر عباد يقول لك ما عندك حتى مبرر باش تقصر مع عائلتك ولا تقصر مع زوجتك ولا راجلك ولا ما يش عارف، فهمتي؟ ياسر عباد ديما تصنفها تقصير كي تغطس وتلهى. مثلا هل جاك اللوم على كونك مقصرة تجاه بار اكزامبل عائلتك وإلا أصحابك وأصدقائك؟ فما سؤال آخر بعد تو نسأله لك جست جاوبين على هذا شوي. عائلتي أول مرة كانوا فاهمين يعني الحياة اللي نعيش فيها. مثلا في تونس تو نترينا كل يوم من 8 ل10 من 4 ل6، ما عنديش وقت أصلا، ديما نسافر ستاجيات كومبيتيشنات يعني ريت حتى كليمات اللي باش نروح فين في تونس لازمني نبقى نترينا، ما مش ديجا ديستانس يعني. مثلا صحابي الكل يروحوا سبت واحد للديار نجمش نروح يعني بعيد، معنى البعد مأثر على الأخر في موضوع اللي معناه نشوف عائلتي. وصلت للعام هذا مثلا 2025 العيد الصغير عيدته في تونس واحد يعني خايبة على الأخر، خايبة. رمضان ما روحت فيه حتى نهار. نص الأفراح العائلة ما نحضرش، ما نتفكرش من 5 سنين تالي حضرت فرح في العائلة.
ما نحضرش، معناها ما عنديش وقت، وراني معناها نتعامل عادي مع عائلتي، اما في البيت نبدا ننوع وحدي، طبعا معناها خاطر مش تغيظني سهل. كي يكلموني كام مثلا بنت خالتي وخالي نبدا ناس نبكي عاملة زاده. جو. تغيظك على الاخر الحاجات هذوما، معناها ونعرف اللي مقصره مع عائلتي ومانيش نشوف فيهم وكل شيء، اما مش مقصرة هي. تضحية هي هذيك سنة الحياة. الواحد كي باش يوصل لحاجة راهو باش يضحي بيسر حاجات أخرين، مش سهلة. العباد اللي تشوف فيها سهلة راهي والله لا هي سهلة. طبعا نص توصل الإنسان رمضان وعيد يبعد على ما دار يكونش مع راهي. الدار سورتو خليني نقولها، مش معناها الرجال أقوى ولا خير، سورتو طفلة معناها وفي عمرك انت، والإحاطة العائلية والماما فاميليال في مناسبات كما هيك تلعب دورها معناها. نتصور يكون مؤثر. أني معيت ننوح معناها كي أول ما مشيت للفاك مانيش نحب مستانس الروح، نبعد على الدار. ديما نحب الروح. ديما نحب نروح. لا قلت لك ننوح فعلا معناها مش قاعد نبالغ. الشوك الاولى كي لقيت روحي بعيد وكل شيء، ما انت انا اللي عمرك 13 ولا 14 عام بعيد على الدار، يعني نحكي لك وقتها ناجح في الباك ومشيت ونفسيتي تهزت معناها فعلا. يعني موش سهل. اي سورتو ديما نقولها طفلة، خاطر الكوتي سونسيبل يكون اكثر جينيرالمون من الراجل معناها. فما عندي سؤال اخر بون تحسها مشت الله خير. لا ان شاء الله خير، ديما خير. يجيك تساؤل متاع اللي كونك انت وليتي مشهورة تبدلتي ده يجيك تعليقات كيما هيك؟ شوي ساعات بعض. هذوما راه يجي 4 ولا 5 إجابات مع بعض، اختاري واحدة وفسري لي. مش بالفصون هذه، مش بالطريقة هذه لا أني يعني. قاعد نقول لك فيها مباشرة يعني اي اما تواني تجي مش بالطريقة هذه. متاع انديريكت يعطوها لك زريقة مش مبينة بدلت تب... بدلت يا أخي سؤال آخر. بدلتش على فكرة. في بالك اللي كون الإنسان اللي يتبدل مش معناها خايب بدل للأحسن يا ودي؟ أني حد في يتبدل، أني مش 5 سنين مشكلة. التالي ما نقدش نقعد ونحكي معاك هكايا. I'm not open معناها. كي تتبدل وتتبدل المخير بيان سور راهو إنجاز. ديجا يقول لك هكا شو يقولوا لها هي سيلف امبروفمنت. تفهم عباد معناها شو يقولوا لها هي طور من نفسك، تطوير الذات. تطوير النفس. يودي فما عباد تطوير النفس وتطوير الذات تقرا فيه، وعباد دي سبيسياليست معناها علاش باش نتغير. يبقى تجيك عباد من بعد تقول لك اسمع تغيرت انت معناها كروا روج، انت قديش هك انسان خايب. محلاك الكرور كون يشطب عليك ولا كي تشطب ايه، على خاطر عباد عبد يوصل يشوفك انت تحسنت ولا وشطب تبدلت للأحسن تولي كرواروج. خليني كرواروج ما لا راحة. صح. باهي الكروا روج هذه، خاطر عجبتني. حتى اني فما عباد عملت لي كروا روج والله غالب منهم. عملوا لي كروا روج، عملت كروا روج والسلام الحمد عليكم. لله. انا احنا ما نشجعوش على كرواروج الكروا روج، ديما نشجعوا على الحوار. كفاية. هذه دوا قدام الكاميرا هذه. يشجعوا ش- يشجعوا على الحوار، يشجعوا الناس اللي يكونوا أصدقاء وفيين لبعضهم، ويكونوا يعني مشاكل ما نحبوهاش. أنا فاهمين الموضوع احنا. أبار سيد الوالد اللي أني ذات نتوجه له بالشكر مش أنت. فما أطراف أخرى تحبي تشكريهم؟ يعني كان عليهم فضل، كان عندهم فضل كبير عليك؟ هي عائلتي الموسعة الصغيرة يعني كلهم كانوا حافز، يعني كلهم كانوا يشجعوا فيه معناها كل شيء. أما أمي يمكن أكثر شخص يعني لحد اللحظة ذي. مثلا الفترة الأخرى صارت لي شوي مشاكل، وبحكم عندي شوي مشاكل في قراءتي زيادة. كل خوي الكبير وكل تعرفوا نحبوك تقري ترجعي تقري كل شيء. أمي تحسها ما أيستش يعني، باقية تحفز فيه، باقية مثلا تبقى حبوك ترجعي تقري. إيش معناه؟ عندي شوي مشكلة في قراءتي. تنسيق معناه، تنسيق بين الانترينمون والقراية. هي مش حكاية تنسيق،
مثلا ثم جامعات أخرين عندي صحابي يقروا في حاجات تبع الصحة زادة، وباقيين يعني جامعات مثلا كي يسافروا ستاجات حاجة يعاونوا فيهم باش يعاودوا اكزامانات متاعين. ولت مشكلة في الفاكات متاع سبور في تونس انك تسافر ستاج وكومبيتيسيون وتجيهم ورقة من الوزارة وكل شيء ما تحبش تعاود ما الاكزامانات. يعودوا لكش الدوفارات. الفكرة الإشكالية ذي عانوا فيها حتى طلبة الصحافة، يبدأ عنده ستاج ولا عنده حاجة ولا عنده حتى خدمة لبرا، أونجاجي بخدمة في قناة ولا كذا، وما يلقاش الوقت بار اكزومبل باش يحضر، خاطر الحضور معناه واجب كونك تكون موجود، سي بريزونسيال الكور وكل شيء. يواجهوا في مشاكل في معاودة الدفورات ولا في تأجيلهم. معناه برشا جامعات ومؤسسات مؤسسات جامعية لازم ينظروا للموضوع هذا، سورتو لي دومين اللي طلبتهم اي راهم هو يخرجوا عندهم رياضي نخبة راه حقه باش ديزونجاجمون يعاود. لبرا معناه. اي رياضي نخبة باقي يمثل في تونس، يرفع في دربو تونس، دونك معناه من حقه انه يعاود اكزاماناته، من حقه انك انت معناه حتى يحب يقرا كورك توفر له كل شيء، خاطر هو باقي في يوم من الايام باقي يفرح فيك في حاجة، باقي فوالا يدور بعلم تونس، يرفع تشريف في راية للوطن. معناه طبعا. انت معناه ما تحبش تعاود اكزامانات اللاعب نخبة. بون ديما راهو فما الإجراءات الإدارية في تونس ديما فيهم ديما مشكلة، فيهم وإن مشاكل. شاء الله إن شاء الله يعني يلقوا حل. فريمون يعني حاجة مؤسفة جدا. ميرسي. نعرف كونك ما تحبيش تتعدي قدام الكاميرا وما تحبيش تتكلمي. شكرا على رحابة الصدر. بالرسمي معناها الجانب الإنساني اللي فيك مش كيما نتفرجوا فيه من بعيد، يعني قلت باش ناكل طريحة اليوم إذا كان نجيبك كما والله سافا. مظلومة في الموضوع. ظلمين. ميرسي ويعطيك الصحة. ثانك يو.